شفت قبل كده كل الجيمرز اللي بيلعبوا اف سي 26 واللي بيلعبوا العاب الكوره دايما بتلاقي التصميمات بتاعتهم بيبقى ليها طابع كده خاص بيهم في الثامبنيلز بتاعتهم، سواء طابع بقى لعيب بيشوط كوره، لعيب مش عارف بيعمل وضعيه غريبه، وهتلاقي ده طبعا في الثامبنيلز اللي موجود عند بولتكس واللي موجود عند بشر واللي موجود عند عبدو اكس دي. فالنهارده باذن الله هنشرح التصميم ده بالتفصيل بعد ما اتطلب مني اكتر من مره. قبل ما نبدا فيديو النهارده خلينا نتكلم على سبونسر فيديو النهارده وهو جيمس جو. جيمس جو هي منصه بتوفر لك اشتراكات المواقع اللي انت محتاجها، سواء شات جي بي تي بلس او فريبيك او ادفاتو اليمنت او اي موقع اي او اي موقع انت بتتفرج منه على حاجه او بتسمع منه حاجه. الموقع ده بيوفرك الاشتراكات دي تقريبا بربع الثمن. فما تنساش تجرب الموقع ده، اللينك تحت في صندوق الوصف في اول كومنت. ويلا بينا نخش في الفيديو وخليني اقولها بصوت عالي: اهلا بيك في عالم الصميم. فيلا بينا، ده الملف بتاعنا. طب انا دلوقتي مرفق هذه الصور اللي هبدا اشتغل بيها. طبعا دي صور سكرين شوت هجيبها من جوه اللعبه، دي صوره بولتكس. تمام، احنا ممكن برضو كل شويه نبص هنا عشان نعرف احنا عملنا ايه. تمام، انت بص هنا هتلاقي ان الارض ايه، نازله لتحت شويه واحنا البوزيشن بتاعنا اكبر، فاحنا محتاجين نعمل مثلا حاجه هنا كده اهو. تمام، ده المرمى بتاعنا، هنعمل له كنترول جي. الملعب بتاعنا شويتين عشان برضو ايه تبقى باينه. ممكن نرجع تاني نبص للتصميم بتاعنا اللي كان هنا، لا احنا مقربين جامد، محتاجين نقرب تاني. بص، طلع ده لفوق واسحب تاني كده اهو. اللعيب ده نحدده كده. طبعا هو هيحدده دلوقتي بالذكاء الاصطناعي، هحدد الشخص عادي. ده ممكن بس هنكرر بس اللاير ده ونعمل لهم ماسك. تمام، واحنا كده بقى عندنا اللاير بتاع اللاير ده لوحده كده. هنحطه فوق خالص وهحطه هو في الجون. طبعا وانت هتلاقي ان هو مش متحدد عليه، ليه؟ لان هو متحدد على الكل كده. بص هو اللاير بتاعه كبير، فانا عشان نعمل له كده ممكن نعمل الكونفرت ماركس اللي وراه ده، نزود بس كده البرش للاخر 100% 100% 100%، ونبدا نمسح كده كده. تمام كده، تمام، بس كده. يلا بينا، يلا بينا. تمام كده. طبعا ده كده الحارس موجود في المرمى. هتقول لي الحارس مش باصص للكوره، خلينا هنعمل ايه؟ تمام، مش لازم يعني الحارس يبقى باصص للكوره مستعد، عادي ممكن تاخد لقطه تانية الحارس فيها كان مستعد وتحطه. احنا دلوقتي هنحدد السهم ده بالبين تول عادي خالص. انا اقوم ماشي على الشكل بتاعي ده، السهم الاصفر. لكن دلوقتي على جنب، انت ما تبداش تدمج اي حاجه غير لما ترص كل العناصر بتاعتك بتاعت التصميم عشان تعرف انت هتدمج ايه الاول ايه بقى. ده اي تصميم عامه يعني، مش شرط حتى الثامبنيلز بس. صوره بولتكس ونحطها هنا. والله صوره بولتكس اهي. نعمل عملنا سيلكت سبجكت وخدنا صوره بولتكس. امتى الموضوع ده؟ لما انت تحط صوره رونالدو، الكارت بتاعه رونالدو، ركنه دلوقتي على جنب. دي صوره رونالدو ودي الكوره، دي كده رونالدو. هنعمل له ماسك كده. خلينا بس في الماسك بتاع ارض الملعب اهي، بس برضو تشوف. بص البوزيشن نزل كده، عامل كده على جنب، شيل كده ده. بص الارض عامله كده. انت ممكن تنزل بالارض دي شويه لتحت، بالجون شويه لتحت. ماشي تمام. ممكن نجيب الجون كده ونصغره حبه. تمام كده. ويلا بينا هنجيب بقى شخصيه رونالدو، وممكن نحرك الصوره اللي ورا دي او كل حاجه ورا صوره بولتكس، نحركها كده شمال شويه ونزوم سنه صغيره. اظن كده تمام قوي 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 قوي. تمام تمام. ممكن تظبط الكوره دي عشان بص حاسس ان الكوره دي ممطوطه، فممكن بس تشدها كده، نعمل لها كونفرت سمارت اوبجكت. تمام، ونصغرها اسود ونمسح بس هنا كده، بس كده. تلاقي ان ايه، ممكن تكتب بول تكس. تمام، وده الكارت ممكن تحطه في جروب لوحده. وده ممكن تسمي بقى ده رونالدو اللي هو سي ار 7 مثلا، سي ار 7، عشان برضه تبقى عارف الاختصار بتاعتك. بس كده انت كده دلوقتي مظبط الملف بتاعك. وده ممكن ده الكارت تسميه كارت. تمام، فبس كده انت دلوقتي عندك كده كل حاجه متقسمه تعرف تبدا بيها. انا بحب دايما ابدا بالباك جراوند، فدايما الارض بتبقى خضراء بخضر قوي بزياده، بحاجه مقرفه كده. فيلا بينا نعمل الخضار ده. تبقى تزود الاخضر من هنا حبه وتبدا تغير في نسب الاخضر من هنا، نخليه كده. بص، سلام. ممكن تخلي بقى الاخضر ده فاتح شويتين ثلاثه كده، منور كده. فاظن كده جامد جدا. عندك الازرق اللي ورا ده احنا مش عادي، مش هيفرق لنا حاجه قوي،
احنا ممكن نشيل الازرق ده شويه، تمام، وفي رياليستيك اكتر شويه، فممكن تمسك هنا اللاير وتخليها عند الاسود وتمسح من الاجزاء اللي ورا المرمى على طول، اساس بقى ان المرمى اصلا في لاير لوحده فمنور، فاهم قصدي؟ تحطها كده نيمها على الارض، طبعا هي عندك محفوظه هنا بس بقول لك ازاي. ونبدا بقى دلوقتي مثلا نعمل شويه، نفعل دول عشان انا شغال بتابلت جرافيك، فنفعل دول ونيجي هنا كده، تعال نظبط بس البوزيشن بتاعها شويه، ننيمها سنة تاني، سنة بس كده يعني، كده ماشي كده كويس. بص ممكن تيجي ايه ترسم الشادو بتاع الكارت شوية تحت كده، امسح وارسم كده خط تخين نوعا ما، مش كبير قوي، تمام، وامسح شوية منه عشان برضه الموضوع مبقاش فيك. تعالى نرسم الايه، شوية شادو على الأرض، شوية شادو على الأرض كده، وعملوا البرش كده خنيقة كده ليه، ماشي، يلا بينا دي كده شوية شادو على الأرض، تمام. فبقى كده في شوية شادو على الأرض هنا، وعايزين بقى تحت رونالدو، عشان رونالدو لعيب وكده، فاحنا محتاجين مثلا، هو شخصية بشرية يعني، فخلينا كلر اوفرلي، ناخد اللون اللي في الأرض ده وننزل عند أغمق درجة أكتر زي كده، خدنا أغمق درجة خضراء كونفرت سمارت اوبجكت ونخليها لير تحت ده، وهنشدها تي وهنشدها لتحت كده، تمام، ونشوف البوزيشن بتاعها. لو برضه ركزنا هنا هنلاقي ان هي معمولة بنفس الطريقة، تمام. ممكن بس نسحبها كده شوية، فانعكاس الضوء كده، تمام كده، تمام كده. هنعمل طبعا اكيد مالتيبلاي، ونشد كده اللاير بتاعنا، نشد من الجنبين، وهنعمل له شوية بلور، خش على البلور، قياس بلور. طبعا مش محتاج ان انت تعمل لها ان هي تبقى عند حته ما كانش بلور وبقت في حته بلور، لان هي مش بادئه عند نقطه، هي على بعد، تمام، هو فوق وهي تحت، مش هو لامسها يعني، هو مش لامسها وفي بلور، فاهم قصدي؟ الكلام ده لو انت لو هو لامس الشادو بتاعه، هو مش لامس الشادو بتاعه، هو في حته والشادو في حته، مش لامسه يعني. فممكن نزود كده البلور شويه، تمام، مثلا في الحدود دي كده، وهنقلل بقى من الفل حبه حلوين، تمام كده اهوت، كده عندك هنا برضو نفس الكلام يعني، فممكن نسحب بس دي كده ونمسح منها حبه صغيرين. دايما ملاعب الكوره في الشادو بتاع اللعيبه، في اللعيب لما بيبقى الملعب فبيبقى فيه الاضاءه بتبقى كلها جايه من فوق كده 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 كده، بيبقى الشادو بتاعه مرمي كده ومرمي كده ومرمي كده ومرمي كده، ايه في شدته. احنا مش محتاجين نعمله هنا، تمام، احنا نركز على حاجه واحده، تمام، او جزئيه معينه في الملعب، فاهم قصدي؟ فانت راعي ان الشادو يبقى خفيف جدا، لان في اضاءه عاليه جدا، الشادو يبقى خفيف زي ما احنا عاملينه كده، ممكن نقلل كمان اصلا، فاهم قصدي؟ فبس كده، ونخش بقى على شخصيه رونالدو. دلوقتي سهل وبسيط، مش هنعمل فيه حاجات كتير يعني، نزود بس شويه تكتشر، شويه كلاريتي، نرفع الشادو، نزود صوت الجلد بقى برتقاني كده، وده مش حاجه حلوه قوي يعني، فممكن ننزل تحت كده، وعند اللون اللي هو الاورنج ده نرفعه شويه كده، يبقى حاجه ايه ظريفه، بس كده. فكده رونالدو تمام. هنعمل مثلا لرونالدو، هنحط مثلا 2 اكسبوجر فاتح كده كده، وخليه كده عشان يبقى ايه، لان لمعة التيشيرت كده لما نيجي ايه نرسم على التيشيرت، بس كده. تعالى نعمل كده، غمق شوية، غمق شعرة الكابتن، صغر البرش وايه، وارسم كده على الحدود دي. طبعا مش لازم تزود تفاصيل كتير قوي، فاهم؟ التفاصيل الاوفر في بالذات في حوارات او في اللي هي الصمامير بتاعت الالعاب اللي ما فيهاش تفاصيل كبيره، او التركيز على حاجه تانية خالص، فبلاش تزود تفاصيل ملهاش لازمه في التصميم بتاعك. احنا مش عايزين نعمل حاجه رياليستيك على قد ما احنا عايزين نعمل حاجه هي بتشد فعلا الانتباه. تغمق من تحت كده شويه مثلا كده كده، فالموضوع ظريف وبسيط. ممكن ندي بقى شويه تاتشات، تاتش اضاءه هنا شويه دوج هنا كده كده، ممكن تيجي هنا كده تعملي شويه لمعه في الايد، طبعا التفاصيل دي مش فاهم قصدي،
فبس انت ممكن تعمل دلوقتي عشان تشيل بس ده، تعمل مثلا سيلكت سبجكت وتعمل له ماسك تاني احسن، نعمل له ماسك تاني، نعمل له اللي احنا قلنا عليها مينيون دي. طبعا اتعملت. ممكن نمسح الايه الحدود بتاعت شعره كده 100% 100% كده، ونمسح ده كده اهو. تمام. خلينا عند الإضاءة بتاعتنا، ونيجي نقلل ده نقلل ده، نرسم مثلا شوية إضاءة من هنا كده على وشه، شوية ورا، شوية هنا، هنا كده كده. بص، حاجات بسيطة جدا يعني، احنا بس بندي شوية لمسات للتصميم مش أكتر ولا أقل. هو الفكرة كلها في التصميم هي فكرته فكرة التصميم هي اللي بتشد أكتر من التصميم نفسه. واحنا قلت لك احنا مش عايزين نعمل حاجة رياليستيك على قد ما احنا عايزين نعمل حاجة بتشد فعلا الانتباه. تمام كده. تمام كده. احنا ممكن نزود اللون الأزرق من هنا لو عملنا كلارايز، وجينا عند اللون الأزرق زودنا شوية بس كده. لو انت حابب ايه تزود اللون الأزرق أو اللون اللبني بتاع التصميم بتاعك أو بتاع الصورة. مش عارف هو ما بيزيدش ليه، سبحان الله. حاجة عجيبة، حاجة غريبة. ماسك كنترول اي، طلعها فوق، نعمل ده مثلا كده 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 اهو. ماشي بس كده. ايه تاني بس كده. اظن كده الخلفيه او الجزء اللي ورا خلص. طبعا انا كنت سايب فيه شويه ازرق من ورا، انا هنا شلته او قللته شويه، فعادي جدا، عادي مش محتاجين ان احنا نحط ايه، ملوش لازمه. الفكره هنا بقى في الريتاتش بتاع بولتكس ده. الريتاتش بولتكس ده هياخد معانا حبه حلوين، فركز معايا في النقطه اللي جايه دي. برش حاجات بسيطه قوي يعني، مش محتاجين نشيل حبوب كتير، فاهم قصدي؟ فاهم ايه تك 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 كده 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 يعني، مش حاجات كتير. مثلا الحباية اللي هنا دي، فاهم قصدي؟ كده سبوتينج برش، وتك تك 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 تك. ممكن نشيل دول، ممكن نشيل دول، ممكن نشيل دول. الأحسن دايما وأنت بترسم الحبوب ترسم الحباية، مش ترسم حواليها كتير كده، فاهم؟ هتلاقي الموضوع إيه، بيبوظ تفاصيل الجلد بتاعته. تمام. هنعمل كونفرت سمارت اوبجكت، بس ممكن قبل ما نعمل كونفرت سمارت اوبجكت نستغل الفرصه ونشوف هل الصوره مقصوصه صح ولا غلط. تعال بس نقفل دول، نقفل دي وادي 100%. تعال نشوف بقى تفاصيل الهدوم. ممكن نمسح دي كده، بس هي اصلا مش هتفرق هنا اي حاجه. تمام. بس هي معلومه مهمه. انا عندي برشات، البرشات دي، او انا ممكن افتح لك بتاعت البرشات، براشز، ذاتس براشز. بص انا راميها هناك. فالبرشات دي كلها مهمه، بس انا عندي برشات خاصه بتحديد الشعر وكده، زي مثلا البرش اللي انا هفتحها دلوقتي دي. البرش دي جامده قوي في تحديد الشعر، فاهم؟ فانت ممكن تزود منها وتقلل منها بشكل ما يبوظش شكل تحديد الشعر بتاعك. تمام. فالبرش دي مهمه جدا تبقى معاك. فكرني ابقى اعمل عنها ريل ان شاء الله، واديكوا البرشات دي مجانا ان شاء الله. فبس انت بقى ممكن بالبرش دي تمشي فوق على الشعر. لو انا بقول لك التفاصيل دي مش تفرق هنا، بس انت ممكن تمشي على الشعر وايه، وتظبط الشعر بتاعك لو انت في اي مشكله، مثلا زي هنا كده. انت اصلا لو دخلت جوه الماسك، اظن انت ممكن تشيل دي هنا دي، تمشي على الحدود دي كده. بص، ميزه ان هو ايه، مش بياخد الخط على طول، فاهم قصدي؟ بس مش عايزها. تعال بس نمسح الجزئيه اللي هنا دي كده. تك 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 اهو. تمام. لير جديد ليها. تمام. نركز في النقطه دي، وهنسبق بالخطوات شويه ونسرع من الموضوع. هنعمل 2 هيو ساتوريشن، ادي واحد التاني. اول واحده دي هنعمل بيها ايه؟ اول واحده دي اللير اللي هو بتاعه، نعمل لها ناتشورال فلتر عشان نخلي البشره ناعمه وحنيه ودلال وبتنجان. خلينا بالسكين سموزنج، نزود البلور ونزود السموزنج. ماشي، زودناهم شويه مش قوي يعني، مش لازم كتير كده. وبس تعالى عشان بص لما تحس كده ايه في فرق في الايه المراخير والحاجات دي، فنمسح نجيب البرش بتاعتنا ونمسح الاجزاء بتاعت المراخير والحاجات دي. فنمسح كده المراخير والجنب ده، الجنب ده كده نسيبهم. وبرده الحته الايه بتاعت الزوايا، اي زاويه في الوش حاول ايه تحط فيها بتاع ده، فهتلاقي ان هي نعمت الدنيا بطريقه فشيخه. نعمل لهم convert smart object
وهنخش على الكاميرا رو فلتر. تمام. وشكلنا هنحتاج ان احنا نعمل خطوه النسخ الفلتر دي تاني، عشان احنا المفروض نعملها بعد الكاميرا رو فلتر افضل يعني، بس عادي. تمام. هنزود بص اللون السكن الاصفر كده، وهنقلل الفاربن دي، الفابرنس دي، فابرنس للحبة. تمام. وممكن نزود شوية بني زي ده، وبعد كده نزود الاتشر بقى والكلاريتي. تمام. نزود دي شوية بس كده. اظن كده المود كويس قوي، اظنش انا محتاج اكتر من كده. بص احنا هنا جدا. تمام. انت ممكن دلوقتي تعمل حاجه اسمها كلر لوك اب، فوجي نايت، بتنزل على ليمونستي، عملتها كده، قلل من الفل حبه حلوين كتير لحد ما نوصل لكده. بص تقريبا نفس السكين، تقريبا هو السكين. اوكي اللير بقى اللي هنا ده الابيض اللي انا قلت لك عليه هنسيبه. ده واحد عاملين كده وهنغمق كده شويتين. ليه ده بقى؟ عشان ده هنعمل بيه التي شيرتس الخاص ببولتكس. هنعمل كده، نجيب الابيض ونمسح التيشيرت بتاعنا، خليه اسود سوليد، مفيهوش بقى ايه شويه انحناءات ولا بتنجانات ولا اي حاجه. ممكن برضه على الحته بتاعت الشعر دي تستخدم البرش دي ايه تمسح منها. تمام. عادي يعني، الموضوع مسموح بيه جدا. تمام. بس هنرجع تاني للبرش بتاعتنا دي ونلون هنا، صغر وتك تك 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 تك. حاول تظبط ايدك من اول مره. بس كده تيشيرت لونه اسود. نيجي عند الهيو ساتوريشن دي ونقلل ونطلع عند الابيض ونعمل ماسك كنترول اي. دي سنان استاذ بولتكس. طارخ، مؤاخذة بطارخ. اركني على جنب كده. تمام كده. انا دلوقتي كده حددت سنان بولتكس. تمام. باقي دلوقتي 4 خطوات. اربع خطوات ونبقى خلصنا هذا التصميم. واحده سيلكتيف كولر، او 5 خطوات عشان نزود السيلكتيف كولر. السيلكتيف كولر دي تمام هنعمل بيها شويه وكده، كفايه قوي كده. هنعمل 2 اكسبوجر، غمق. مش هيبان التغميق قوي بس هيبان التفتيح لما نفتح. واحد اكسبوجر فاتح زي ما نعملها كده. تمام. وقبل ما نخلص دول، قبل ما نبدا فيهم اصلا، هنعمل سوليد كلر. السوليد كلر ده الكود بتاعه هيبقى 80 80 80 اللي هو رمادي كده. هتعمل له انر بيرن، وهتيجي تعكس الماسك بتاعه كنترول اي، وهيبقى هو طلعناه يعني فوقيه كده. فاهم قصدي؟ لما كده عندك 2 انر بيرن. تمام. هاخد واحد منهم اللي هو اللي فوق ده، خليه كلر دوج، ده نعمل منه الريتاتش او التقفيله النهائيه بتاعت الشخصيه. ناخد اغمق واحد اللي احنا عملناه دلوقتي ده، ونرسم شويه تفاصيل في التيشيرت. انا بحب اركز في تفاصيل الكاركتر الاساسي دي، ان احنا نعمله مثلا شويه شادو للتيشيرت بتاعه. هنعمل مثلا شويه شادو في الزوايا بتاعه التيشيرت. طبعا انت هتقول لي التيشيرت غامق والتيشيرت اسود، فانت بتعمل شادو لايه بالظبط؟ بقول لك انا بتخيل ان انا محتاج شادو، فبحاول لو هو محتاج انا اديله في في الاماكن اللي هو محتاجها شويه. محتاج اللي هو فيها شويه شادو مثلا كده. كده هات البرش مثلا كده هات كده مثلا كده اهوت حاجات تفاصيل صغيره يعني. فاهم؟ كده على تفاصيل صغيره مش حاجات كبيره يعني. اللي بعدها ده بقى اللي مهم، انت ترسم بيه التنوير بتاعك او الدوج، الاضاءه. انا مش عارف انا بدوس على السي كتير ليه، الزد. بس يلا بينا. بص كده شويه اضاءه عنب. وانا مفعل التابلت جرافيك، انت تشتغل بالماوس ممكن تقلل اكتر من كده، عشان انا الضغطه وانا بضغط بزود، بكبر حجم البرش، وبزود كمان القيمه بتاعت الاضاءه دي. فاهم قصدي؟ فانت مش هتعرف تتحكم فيها في الماوس قوي، فعشان كده قلل وعيش براحتك، قلل النسب دي اكتر وعيش براحتك اكتر بالماوس. تمام. نمسح شويه كده ونيجي ناخد الطرف ده كده، حاجات تفاصيل بسيطه قوي يعني. ممكن نمسك برضو الطرف اللي هنا ده كده، نمشي عليه ونرسم هنا شويه كده برضو.
بس ونيجي هنا كده كده. بس كده اظن كده الشادو بتاع التيشيرت حاجه في منتهى الجمال. يلا بينا الشادو بتاع الشخصيه نفسها هنقلل حبه حلوين وهنبدا نرسم الشادو. نبدا بالمراخير، هنزودين قوي، ممكن نقلل تاني، خليها على 14، خلي دي هنا تاني، مزودين برضو، نقلل تاني. بس كده احنا كده في السكه كويسه. شويه شادو هنا في الجزء ده، نمسح شويه من فوق، ممكن شادو عند ودان المراخير هنا كده كده اهوت، تحت هنا شويه هنا كده، ممكن برضه عند الكورنر هنا كده. من ساعة تصوير أو لسه كانش ساعة، بس داخل في ساعة تصوير، وده هيبقى صعب جدا في المونتاج يعني، فاهم قصدي؟ فراعيني الله يكرمك. 27 هنا، تك 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 تك، تمام. فبس كده أظن كده في الرايق منه خالص. ممكن تحت بس العين هنا شوية، نمسح شوية برضه، قلل ده، ونمسك هنا كده إيه. تمام أوي. احنا كده رسمنا حبة حلوين. نيجي بقى نرسم الإضاءة أو الدوشت اند بير. ماشي، يلا بينا. انا بلمس، ها يعني انت شغال بالماوس لمس بس كده، بس لما تلميس خطف يعني، مش حاجه اللي هو بقى بتدوس على الماوس وبتك كده، مش عارف ايه، فاهم قصدي؟ لمس بس. قلل شويه 22، وتعالى ايه. السلام 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 كده اهو. وشويه لمعه بقى جوه كده بقى، وهنا كده وهنا كده كده اهوت كده اهوت كده اهو، تمام كده. ايه الشكل اللي هنا ده تمام قوي معانا. ممكن بقى دلوقتي نبدأ ان احنا نرسم هنا اخير هنا كده، نعمل على دي والخط ده كده، والزاوية دي كده، والمراخير من هنا كده كده اهو كده اهو. احنا بنفتح الحتت الفاتحه بنغمق الحتت الغامقه. ليه بنعمل الطريقه دي هنا؟ مع ان انا قلت قبل كده مش شرط كل مره نفتح الحتت الفاتحه ونغمق الحتت الغامقه، لان البوزيشن بتاع الشخصيه هو مواجه، انت اللي فارض مصدر الاضاءه، فانت اللي فارض ان الحتت دي فاتحه والحتت دي غامقه، فاهم قصدي؟ هو مش شايف مصدر الاضاءه، فمش هيقدر يتخيل معاك هو الحته دي منوره ولا لا، فاهم قصدي؟ تمام. وانا مش فارض ان الشخصيه دي في الملعب اصلا، الشخصيه في الاستوديو بتبقى فارض لوحدها، فاهم قصدي؟ يعني هما الناس عارفه ان دي لعبه، مش ده مدموج جنب ده وكده يعني، فاهم قصدي؟ يعني فتح دماغك شويه. مش عارف اقول لك ايه. مش عارف الشخص الفظ ده ايه الادب يعني، ايه الادب قوي. امسح بس كده، قرب، وهات كده صغر البرش، وزود بقى ايه، ولمعه بقى في العين بقى، لمعه بقى يا راجل بقى كده اهوت، ولمعه هنا كده. السلام السلام ابراهيم، السلام ابراهيم. امسح كده البرش، صغر، ويعمل الزاويه دي كده. يا سلام. شويه بقى ايه اضاءه او دشت هنا كده، وشويه جوه كده هنا تاني، وهنا كده على السنان، حاجه ظريفه كده. قلل بقى جدا حبه حلوين، ونعمل بقى الاماكن بقى الايه اللي فيها انعكاس اقل ده للاضاءه او للدوج يعني، عشان لو انت حابب المصطلحات دايما. انا المصطلحات دي ما بعتمدهاش. لا بعتمدها. صغر البرش وايه، وعندك ايه بالراحه كده، بالراحه هتشوف شكلها في الاخر يعني، فاهم قصدي؟ الحاجات دي بيبان شكلها لما تبعد كده وتقرب واحده واحده. يا سلام. حاسس والله اعلم ان الشادو اللي هنا، بص ده فاتح، ده هنا غامق حبه، صح؟ حاسس نفس الاحساس، بس هو اصلا كان غامق. بس عامه تعالى نمسح شويه، تليكس يا عم نمسح، زود شويه كده، إيه. زود دي برضه، تك تك. ماشي. حابب بقى انت تخلي ودانه اسمه ده عينيه او الابيض اللي في عينيه ده ابيض قوي بقى ومش عارف ايه وبتاع اكتر،
عادي ممكن تعمل له اكسبوجر وتلون عليه. ممكن نلون على الشعر شويه من هنا مثلا كده، الجزئيه دي كده مثلا، نصغر البرش ونشتغل مثلا شعرايه شعرايه. تستخدم مثلا برش بتاعت مثلا شعر تستخدمها هنا في التصميم بتاعك. ممكن نلون الجزء ده. تمام، هو هنا نفس الكلام يعني. حاسس انها مش حلوه، مش ظريفه الحته دي انا زودتها دي. عامة انت ممكن تعمل هنا كده. تمام، امسح تحت كده وشكرا، التصميم قد انتهى الحين. هنعمله كمان رو فلتر. تمام، عشان برضه ما تقولش ايه، عشان ما تقولش انا ما قلتلكش. نعمل لها كونفرت سمارت اوبجكت ونخش على الكاميرا الرو فلتر. هنصغر الصورة ونزود كده شوية ونزود تكتشر، نزود كلاريتي، نشد الشادو، الموضوع اوفر مننا شوية، نقلل كده. الموضوع ظريف ولطيف، مش محتاجين ان احنا نزود قوي كده، فعادي يعني في السكة دي. تمام، ممكن نعمل لها بقى ايه، فلتر نويز، اد نويز. تمام، خليها على كده كده، التصميم قد انتهى منك. تمام، انت ما تيجي تسيف الصورة بس، معلومة للمستقبل، الت اس عشان تفتح سيف فور ويب. تمام، وتخلي هنا اهم حاجه. بص الصوره دلوقتي تقريبا اكتر من 2 ميجا، فهتقلل السلايدر ده مثلا. انا لو قللته خليته على 88 هيبقى ميجا و800. تبعتها لواحد على الواتس مثلا هتجيله ميجا و900 كيلو بايت، فاقل من 2 ميجا. فانت كده الصوره معاك في التمام، تقدر تترفع على يوتيوب، لان اليوتيوب ما بيستحملش اكتر من 2 ميجا للصوره الواحده كصمنيل. تمام، ضمن كده. فبص، تعبت هذا الشرح، اتمنى ان انت تقدر هذا التعب وتضغط زر اللايك وتتابعني على انستجرام، وتتابعني على كل منصات، هو انستجرام ويوتيوب بس وتيك توك عشان ما اكذبش. فتابعني، ويا ريت تقول لي رايك تحت في الكومنتات، وتقترح عليا لاي فكره فيديو نقدر نعملها ثانيه قريب ان شاء الله. اشوفكم على خير، بحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم يا شباب بقى، يلا.